ما هو ما تبقاش ثقتك بنفسك مهزوزة وثقتك بنفسك زيرو، ما عندكيش اي ذرة من الرضا عن النفس ونازلة جلد في ذاتك، وعمالة تقولي لنفسك كلام سلبي وتبصي لنفسك كده ومستكترة على نفسك كل حاجة. ليه بتعملي في نفسك كده؟ وفي الاخر تقولي انا ما يعني انا بدور على السعادة ومش لاقياها. طب هتيجي منين السعادة اذا كنتي اصلا انتي مش عايزة تشوفي نفسك سعيدة؟ منين هتيجي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، هو البحث عن السعادة، او ازاي اخلي نفسي سعيدة ومبسوطة. قبل لما نبدأ في الكلام مع بعض، انا بيبو ودي قناتي. اتمنى لو اول مرة تشوفيني وتسمعيني، لو عجبك الفيديو تعملي لايك للفيديو وتشتركي في القناة علشان نكبر القناة كده مع بعض ويوصلك كل جديد. طبعا لو عملتي على زر الجرس الكل طبعا هيجيلك كل اشعارات بكل جديد بنزله هنا في القناة. ويلا بينا نبدأ الفيديو. واول حاجة واول نصيحة لازم اقولها لك هي الرضا عن النفس. اول حاجة دي لازم تحطيها قدام عينيكي كده، انك ترضي عن نفسك، ترضي عن شكلك، ترضي عن حياتك، ترضي عن بيتك، ترضي عن اهلك، ترضي عن تعليمك، ترضي عن كل حاجة محوطاكي. يعني ما تبقيش حاطة حاجة معينة في دماغك تنغص عليكي حياتك. يعني عارفين لما بيبقى في بنت كده قلبوزة قوي زيادة عن اللزوم وماشية كده عندها ثقة في نفسها، وتيجي واحدة كده في النص تيجي تقولك انا نفسي يكون عندي يعني ربع الثقة اللي عند البنت دي. يعني تخيل البنت اللي انتوا بتحسدوها على الثقة اللي هي فيها، هي راضية عن نفسها، هي مرتاحة ومبسوطة ومش ناقمة على شكلها ومش ناقمة على حياتها وعندها ثقة في نفسها عشان هي راضية. فالرضا الداخلي والرضا عن النفس والإحساس ده، الإحساس الداخلي بيطلع على وشك على فكرة. لما تكوني من جوه مبسوطة بيطلع على وشك الانبساط، لما تكوني من جوه زعلانة بيظهر على وشك بقى عدم الانبساط، بيظهر على وشك التكشيرة، ومع الوقت التجاعيد، ومع الوقت شعرنا بيقع، ومع الوقت والضغوطات. كل الحاجات دي بتبان علينا، ما بتبانش مش بس بتتأثري داخليا، انت بتتأثري داخليا وجسمانيا. وعشان كده اول حاجة ببدأها معاكي انك تكوني راضية. تاني حاجة انك تستشعري النعم، استشعري كل حاجة ربنا مديها لك حلوة. يعني مدينا عينين ومدينا ايدين ومدينا صحة، قادرين نقضي حاجتنا، قادرين نقضي حاجتنا، بمعنى ان احنا نعمل لنفسنا كل حاجة، نخدم نفسنا بنفسنا، مش محتاجين لوجود حد هو اللي يساعدنا. بنقضي حياتنا طبيعية، اليوم اللي بيعدي علينا واحنا كويسين من غير تعب ومن غير ألم نشكر ربنا عليه. الحمد لله على كل الأحوال، سواء كان في يوم مش حلو، سواء كان في يوم حصل فيه تعب، أو أيا كان اللي هيحصل معاكي بنحمد ربنا على السراء والضراء. فلازم نستشعر النعم بتاعة ربنا، وده هيجي برضو مع ماشي كده متوازي مع الرضا. لازم ولازم تطمني نفسك كده، تكوني نفسك من جوه مطمئنة. ربنا يا رب يرزقنا كلنا الاطمئنان النفسي والامل في حياتنا كده. طول ما انت مديه لنفسك امل، كل لما هيبقى عندك استعداد انك تكملي في حياتك، كل لما يبقى عندك امل، وكل لما يبقى عندك هدف. حددي هدف كده في حياتك توصلي له، ما تسيبيش الدنيا تاخدك وتوديكي وتجيبك وتعمل فيك اللي هي عايزاه. انتي حددي لنفسك هدف، والهدف ده هيبسطك. كل لما تقربي لهدفك وتحققي حاجة للهدف اللي انتي عايزة توصلي له، كل لما هتحسي بانبساط وسعادة. لو حاجات بتجيلك على يعني السهل كده، مش هتحسي بجمالها وبحلاوتها، ولا هتحافظي عليها زي ما بتتعبي شوية وبتعملي لنفسك هدف. حاجة كمان، ما توقفيش سعادتك على حد، وما تربطيش سعادتك بوجود ناس معينة في حياتك، سواء بقى الاشخاص معينة، سواء من اهلك، سواء جوزك لو متجوزة، سواء صحابك، اي حد. ما توقفيش سعادتك على حد، ما تربطيش السعادة بحد. انت بسطي نفسك بنفسك، خرجي نفسك، اشتري لنفسك حاجة حلوة. مش ضروري يكون حد معاكي ابدا على فكرة، انت تقدري تعملي كل حاجة لنفسك على فكرة. مفيش حد حياته بتقف على وجود حد معين في الدنيا. يعني حتى لو ولادك، يعني الدنيا كلها بتمشي تمام.
نكمل. كمان حاجة عايزة اقولها لك، اشتغلي على 3 حاجات موجودين فيكي انتي، 3 جوانب كده موجودين في نفسك. الجانب الاولاني هو الجانب الروحي، الجانب التاني هو الجسدي، والجانب التالت هو النفسي. دول كلهم مرتبطين بيكي. الجانب الروحي صلتك بربنا، تصلي وتحافظي على الصلاة، يا ريت يكون في مواعيدها، وكمان يبقى عندك ورد يومي، يعني اعملي لك صفحة او 2 او 3 على حسب ما تقدري من القرآن الكريم. وكمان الأذكار هتحافظك كده وتحوطك طول اليوم، واليوم ان شاء الله هيعدي معاكي زي الفل، مش هيبقى فيه مشاكل. الجانب الجسدي، تلعبي رياضة لو مش قادرة، يعني اتحركي على قد ما تقدري، امشي، يعني اعملي نشاط كده رياضي كده في اليوم. تنامي كويس، تنامي بدري وتصحي بدري، تعملي لنفسك كده خطة يومية تعمليها، وتاكلي اكل صحي علشان صحتك ما تتأثرش بكل الحاجات اللي فاتت لو ما اتعملتش. الجانب النفسي هو انك تعملي بقى هواية حلوة بتحبيها وبتنبسطي لما تعمليها، تنعنشي كده دماغك بيها. حاجة مهمة كمان، تغلبي بقى على كل احاسيس السلبية اللي جواكي، واحاسيس الفقد، واحاسيس انك انتي بعدوا عنك ناس، او افتقدتي ناس توفت، او اي احساس سلبي. حاولي تعالجي بقى جروحك بنفسك، يعني مفيش حد بصراحة بيعالج حد، فانتي حاولي تخليكي قوية كده، يعني انك انتي تاخدي بايد نفسك، قومي نفسك، مش تقعي وما تعرفيش تقومي وما تستنيش من حد هيقومك، مفيش حد بيقوم حد. دي حاجات مهمة جدا لازم تعمليها. وحاجة كمان مهمة جدا لازم تاخدي بالك منها، وانتي ممكن تكوني بتعمليها بشكل يومي، او بتقولي لنفسك كتير كلام سلبي وانتي مش حاسة بنفسك. يعني ممكن تكوني بتقولي لنفسك كتير انا زعلانة، انا زعلانة، انا مكتئبة، انا متغاظة، انا حزينة، انا فاشلة. كل الحاجات دي بتخلي نفسيتك انتي وحشة، انتي كده بتزرعي جوه نفسك كلام سلبي كتير. يعني انتي حتى مش بتتأثري بالناس اللي بره، انتي بتشحني نفسك بنفسك. حاولي تتغلبي بقى على كل الكلام ده، وتكون طاقتك ايجابيه، وتقولي لنفسك كلام كويس، وتقولي لنفسك كلام مشجع، وتشوفي نفسك دايما حلوه، وانك انت تستاهلي تبقي كويسه، وتستاهلي تبقي في مكان احسن، وخلي عندك طموح انك تبقي في مكان احسن. ما تستكتريش على نفسك النعمه، وما تستكتريش على نفسك انك انت فعلا تستاهلي. يعني مفيش حد في الدنيا ما يستاهلش انه يبقى كويس، يعني ربنا مش خالقنا كده فشله، احنا اللي بنفشل نفسنا بنفسنا. انتي عارفة انا بقالي كام سنة على اليوتيوب؟ بقالي 4 سنين على اليوتيوب بحاول، ودايما اقول لنفسي اني مش هفشل، وعندي ثقة اني هنجح. خلي عندك ثقة انك لازم تبقي ناجحة، لازم. ما تدخليش اليأس جواكي، وخليكي دايما قوية، وخلي دايما عندك ثقة في ربنا. ربنا ما يضيعش مجهود حد، وربنا ما يضيعش تعب حد. كمان حاجة واخيرة هقولها لك النهاردة في الفيديو بتاعنا، انك تبعدي عن اي حد بيديكي طاقة سلبية، او انك تبعدي عن اي حد بيحاول يحطم طموحاتك ويقلل من طموحاتك. حطي في دماغك انك انت هتنجحي، حطي في دماغك انك انت خدي من كلام الناس اللي بتحاول تحبطك، خدي منها، خليها مصدر ثقة، مصدر قوة ليكي. استشعري قوتك منهم، وخليكي عملية، يعني ردك عليهم انك انت هتنجحي في حياتك وفي اهدافك وفي كل اللي انت بتطمحي له، انك انت هتنجحي. ردي عليهم بكده بنجاحك، مش تردي عليهم بانك انت تردي عليهم كده بلسانك. سيبك منهم خالص، ابعدي عنهم خالص. يعني عارفين المثل اللي بيقول من جاور السعيد يسعد؟ جاوري السعيد عشان تسعدي. جوري الناس المرحة، جوري الناس النظيفة، جوري الناس اللي روحها حلوة. ابعدي خالص عن الناس اللي بتجيبلك قلق، اللي بتجيبلك توتر، اللي بتجيبلك عصبية، الناس اللي لسانها طويل، الناس اللي بتضايقك، الناس اللي بتحاول تغيظك، الناس اللي بتحاول تعكنن عليكي. كل الناس دي اركنيها كده على جنب، ودوري على الناس الحلوة بس. خلي الناس الحلوة بس هي اللي في حياتك. ودي كانت نصايحي ليكي النهاردة. اتمنى يكون الفيديو عجبك، لايك جميل منك، وكومنت لو ليكي اي تعليق قوليهولي في الكومنتات تحت، وانا هقرا كل تعليقاتكم، واشوفكم على خير، وسلام.